القصة ديالنا اليوم قصة ملحمية، ضارب ومضروب قاتل ومقتول. كمية ديال الإثارة وديال الأكشن راه ما يمكنش، راه ماشي تتفرج في واحد الفيديو عادي، راه بحال تتفرج في شي فيلم سينما حرفيا. كيف العادة قبل ما نبداو أي قصة عندها علاقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ضروري من العطر، واليوم جبت لكم عطر الشيخ زايد باش نتعطروا به قبل ما نهضروا على الحبيب ديالنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ديما نتوما الاولين عاد انا بسم الله. اليوم قصه ديالنا على غزوه بدر الكبرى، وهي من اهم المعارك في التاريخ الاسلامي، واللي بالمناسبه وقعت في شهر رمضان، يعني راه الموضوع مشوق. بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو القصه ديالنا. من بعد ما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمدينه المنوره، وهاجروا مع الاصدقاء ديالو اللي هما الصحابه، وراه كانوا من الكبار ديال مكه، عندهم فلوس وعندهم الخير والخمير، وراه كلهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسامحوا في كل شيء، والحاجه الوحيده اللي داو معاهم هما حوايجهم صافي. والكفار ديال قريش اخويا راه ما خلاو حتى حاجه، داو الخضر واليابس، يعني داو لهم داكشي ديالهم كامل، راه شفروا لهم الذهب وحوايجهم والاملاك ديالهم، يعني داو لهم كلشي، ما خلاو لهم حتى حاجه. ولكن واحد الحاجه اللي مهمه اللي هي الانصار في المدينه المنوره عوضوهم. راه الانصار كانوا تيقسموا مع المهاجرين اللي هاجروا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنص الممتلكات ديالهم والرزق ديالهم والسكن والاكل والشرب، وراه كرموهم وما كانوا مقصرين معاهم في حتى حاجه. ولكن المهاجرين راه كان رزقهم، فانت الا تفرض لك شي حاجه وكانت ديالك، راه ماشي بحال لا صدق عليك شي واحد ولا قسم معاك وعطاك. راه داز السنه الاولى وداز السنه الثانيه بعد الهجره ديال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مريح مع الاصدقاء ديالو اللي هما الصحابه الانصار والمهاجرين. وجاء الوحي بان ابو سفيان ديك الساعه باقي ما سلمش، كان كافر، وراه كان ديك الساعه من الحكام ديال قريش، وكان غادي بواحد الخط ديال القافله ديالو لجهه الشام، وكان عنده فيها الفلوس والذهب، يعني واحد القافله كامله عامره. وهاد القافله ديال ابو سفيان راه غادي تدوز من جنب المدينه في واحد المنطقه اسموها بدر، وراه لحد الان هاد المنطقه راه مازال موجوده. وديريكت من بعد ما جا الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي قال لصحابه اشنو هو الراي ديالكم في هذا الشيء، قال لهم نخرجوا ونعترضوا القافله وردوا الفلوس ديالنا والذهب ديالنا، ومن الناحيه الثانيه اننا نعزوا كلمه ديال الاسلام ونبينوا القوه ديالو. هو يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دابا غادي ننطلقوا ونمشوا، يعني راه زربانين، هي راه واحد القافله خصنا نزربوا عليها وصافي. وقال لهم اللي موجود دابا يلا معايا، وراه كان العدد ديالهم تقريبا بين 314 319 المقاتل من الصحابه رضي الله عنهم. وزيد راه قال لك كانوا عندهم جوج عودان فقط، والبقيه ديال الناس الاخرين كاملين راه تقسموا على البعير، وكل ثلاثه ديال المسلمين كانوا تتناوبوا على بعير واحد. وراه كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مناوب تاو معاهم على بعير واحد مع جوج اخرين، واللي هما ابو لبابه الانصاري رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب، يعني واحد فيهم غادي يركب على ذاك الجمل وغادي يبقى غادي به، والاخرين غادي يمشيو على رجليهم. ومن بعد عاود ثاني نفس الامر، وبقاو تيديروا بحال هكا كل مره. علي بن ابي طالب ولبابه رضي الله عنهم هما يستحيوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا كيفاش غادي نخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويمشي على رجليه ويتعذب ويضرب تماره. هما يقولوا له خليك يا رسول الله على الجمل وحنا راه نمشيو في الارض ماشي مشكل. هو يرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد الرد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ما انتم باقوى مني وما انا باغنى عن الاجر منكم. بارك الله، راه النبي صلى الله عليه وسلم بغى يشارك معاهم في الاجر، وبدا يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه في اتجاه ديال طريق مكه، واللي هو الطريق ديال التجاره اللي غدوز منه القافله ديال ابو سفيان. وقربوا من المنطقه اللي سميتها بدر، وهنا وصل الخبر لابو سفيان نوض جمع راسك، راه الرسول صلى الله عليه وسلم جاي جهتكم، يعني عتقوا راسكم قبل ما يتلقى القافله ديالكم. ناض ابو سفيان بالزربه ويصيفط واحد من اللي معاه، صيفطوا لمكه بالجرا باش يقول لهم يا قريش عتقوني فلوسكم ورزقكم بيمشي، دركوا. وابو سفيان قبل ما يوصلوا المشركين من مكه راه حاول يفكر ويخرج راسه قبل، وهو في الطريق ديال مكه المكرمه القافله ديالو قربات من بدر. وشكون تيتسلى في بدر ولا قريب من بدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ابو سفيان سلى القافله راسها واقفه ومشى راسو دخل لبدر. فاش عرف اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قريب في بدر بقى تيدور تيجمع في الفضلات ديال البعير اعزكم الله. ولا جمع هاد الفضلات ديال البعير راه كان بغى يتيقن الا كانت الفضلات واش فيها التمر ولا لا، حيت في المدينه المنوره راه تيعلفوا البعير ديالهم بالتمر. ولا فاش شاف داك الفضلات وفيهم التمر قال صافي الرسول صلى الله عليه وسلم كاين في بدر. هو جا تيجري القافله ديالو اللي خلاه هو يقول لهم هربوا، ولكن غادي يدوزوا من بدر. ولكن فاش شاف هادشي راه حول الطريق ويتجه غرب جهه
البحر الاحمر. وراه في نفس الوقت وراه الناس في قريش وصل لهم الخبر، جا عندهم هذاك السيتي جري وقال لهم عتقوا الا كان ما يتعتق. راه النبي صلى الله عليه وسلم بغى يعترض على القافله ديالنا، ما يقولوا ليه اشنو بغى يعترض القافله ديالنا والمال ديالنا، قال لهم جهزوا راسكم دغيا. كبار ديال قريش بداو تيستعدوا للحرب ومعولين باللي هذا النهار اللي غادي تهناو من النبي صلى الله عليه وسلم وغادي يقضوا عليه. عرفتي الجيش ديال قريش شحال جهزوا؟ راه جهزوا 1000 راجل، والنبي صلى الله عليه وسلم والناس اللي معاه غير 314 تقريبا، يعني راه فرق شاسع. وراه 600 من هذيك 1000 مقاتل ديال المشركين بالدروع ديالهم ومجهزين مزيان، وزادوا عندهم 700 بعير. راه واحد التجهيز ديال الحرب ديال صافي النهار الاخر، وزايدينها ب 100 فارس. والمسلمين شحال عندهم مساكن كاع؟ عندهم جوج صافي، وغير الله يحفظوا صافي، وهما كاع جايين يتوجدوا باش يطلعوا من مكه ويواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. ابو سفيان صيفط لهم عاوتاني واحد السيد اخر قاعد يجري هو يوصلهم في مكه وقال لهم راه ما كاينش لاش تخرجوا ولا تحاربوا، راه صافي الحمد لله سلكناها، خرجنا من البادر والتجهيزات البحر، يعني غير رجعوا راه ما نحتاجوش هادشي. وينوض ابو جهل قال لي رجع على حنا ساهلين باش نرجعوا، صافي راه نوينا اننا غنتحاربوا غنستغلوا الفرصه. المشكل ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا غير 314 لواحد، وراه ما كانوش صالحين على نيه ديال الحرب، راه كانوا غير بيتلقاو القافله صغيره يعني سهله. صحاب قريش قال لك راه ما يمكنش، حنا بالمكانه ديالنا وبالهيبه ديالنا يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويعترض لنا طريقنا ويطيح لنا الكواري. كانوا باغيين يفرضوا السيطره ديالهم، رجعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. راه في نفس الوقت عرف باللي القافله غير الاتجاه ديالها، وصلوا خبر بان قوم ديال قريش راه خرجوا بواحد الجيش وراه ناويين يتحاربوا. وراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في واحد الموقف صعيب وهو قاعد يتسنى حدا البئر هو والجيش اللي معاه، عرف باللي ان القافله مشات وجاي واحد الجيش باغي يتحارب معاه، ويجي واحد الاجتماع اللي سريع مع الصحابه رضي الله عنهم. وهنا بغيتكم تركزوا على واحد النقطه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يدير داكشي اللي في عقله صافي، راه جمع الاصدقاء ديالو وكان تيبغي يشاور الصحابه ديالو، وهذا الشيء بالرغم انه كان تنزل عليه الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بغى يعلمنا واحد الدرس الكبير، ان الامر ديالكم راه شورى بيناتكم، ودار داك الاجتماع. وهنا المسلمين تحطوا في واحد الموقف اللي محرج بزاف، هما راه خرجوا ديريكت باغيين يعارضوا القافله، المشكله ما عارضوش القافله وعرفوا باللي المشركين جايينهم. هنا واش بصح خاص المسلمين يرجعوا للمدينه ويبانوا انهم خايفين، ولا خاصهم يفرضوا راسهم ويحاربوا ويتقاتلوا؟ وراه في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم حط في هذا الموقف اللي محرج. الانصار وعدوا الرسول صلى الله عليه وسلم انهم غادي يحموه ولكن في المدينه، وراه ما وعدوش انهم غادي يتحاربوا معاه، يعني الانصار راه مشاو معاه بحال يدخلوا في هذا المشكل وولاو منه. راه نبههم الرسول صلى الله عليه وسلم راه هذا الامر راه خطير، هما راه 1000 وحنا غير 314، وحنا راه ما استعديناش لهذا الحرب، واصلا الاستعداد ديال الحرب غادي بزاف الوقت وتيخصك واحد التجهيز عسكري والخطه وشلا ما يتقال. وكون عارفين هادشي بيوقع راه كانوا بيوجدوا اكثر من 1000 كاع سيدي، وطلع الحرب متساويه 1000 ضد 1000 بطلع قضيه هانيه، وهما غير 300 وراه ما مستعدينش كاع. وهادو هما الاخوان تشوفوا الوضع اش كاين. ابو بكر الصديق ناضو قال ليه معاك يا رسول الله، حنا معاك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما خداش بالهضره ديالو، حيتاش ابو بكر الصديق راه من المهاجرين، ويعني راه من المهاجرين اللي هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاه في الحلو والمره، يعني هذه حاجه باينه. وماشي هما الانصار اللي وعدوا الرسول صلى الله عليه وسلم انهم غادي يحموه في المدينه، ودابا ولاو انهم غادي يتعرضوا للقافله وخصهم يتحاربوا ويدابزوا. هادشي ما اتفقوش عليه. واش فهمتوا كيفاش؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما غاديش يقدر يفرض عليهم هادشي ولا يقول لهم بزز منكم، يعني خصهم يبقاو على خاطرهم. هو ينوض عمر بن الخطاب وانتم عارفين الشجاعه والقوه تبارك الله رضي الله عنه، ويقول لي معاك يا رسول الله، طردوا الطريق ديالهم ما لاش فيها. وحتى هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما داش على الهضره ديالو، حتى هو راه من المهاجرين. حتى الاخيرا ناد واحد من الانصار اللي هو المقداد بن عمرو ويقول لي يا رسول الله امضي الى ما امرك الله، راه حنا معاك. قال لي كاع داكشي اللي وحى لك الله حنا راه معاك فيه حتى الموت، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا. انتم راه عارفين القصه ديال موسى اش قالوا ليه بنو اسرائيل؟ قالوا ليه سنت الله سبحانه وتعالى وتحاربوا، حنا قاعدين نتسناوك هنايا. ويقول لي واحد الكلمه اللي تتبين الرجوله ديالو والشهامه، لو سرت معنا الى برك الغمال لجلدنا معك. وبرك الغمال هذه واحد المنطقه تعتبر في جنوب السعوديه، يعني واخا دينا لاخر الدنيا حنا راه معاك وغاديين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غاديش يقدر يخرج الانصار على كلمه ديال واحد فيهم صافي، قال لا راه ضروري خصني نتشاور معاهم كاملين. وينوض صاد بن معاذ من الانصار رضي الله عنه ويقول لي والله توزنا من البحر غنمشيو معاك فيه ونزيد
والله ما يتخلف منا راجل واحد. راه المهاجرين واللي كبر من هادشي هما الانصار، راه يدعموا الرسول صلى الله عليه وسلم في هادشي. سير بنا يا رسول الله نمشيو معاك حتى للموت، راه قلنا هذيك وقادين بها. هو ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم، قال لهم سيروا على بركه الله. ويبدا الرسول صلى الله عليه وسلم والاصدقاء ديالو تيجهزوا الخطه ديال المعركه، راه كانت واحد الحراره اللي ما يمكنش. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم باغي يضمن يوصل لواحد البلاصه في بدر اللي فيها الماء والبير، كان فيها الخير، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم باغي يسبق باش يقبضها ويحكم فيها، وكان عارف بلي المهاجرين جالسين في الطريق وغادي يوصلوا، ما كانش باغيهم يوصلوا ديك البلاصه اللي حدا الماء، وهادشي كامل باش يعطشوا. وتدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذكي. هو يجي الليل ونعسوا المسلمين كاملين، هو يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يدعي الله سبحانه وتعالى باش يثبتهم الله وينصرهم. ويقول لي اللهم اين ما وعدتني، اللهم انجز ما وعدتني. تيقول لي يا ربي تنصرنا يا ربي. والمعنى ديال هذا الشيء يا ربي تنصرنا، حيت الا غلبتنا قريش راه ما غاديش مازال يعبدوك الناس، يعني الا متنا حنايا شكون غادي يكمل الرساله؟ ويستجب لي الله سبحانه وتعالى وصيفط لي واحد البشرى على شكل مطر، واحد المطر اللي كان خفيف سبحان الله على ديك المنطقه فين كاينين هما والطب. وقال لك سبحان الله هذا المطر الخفيف لا غسل عليهم الرجز ديال الشيطان وثبت لهم الاقدام، حيت هذا المطر كان خفيف ثبت الارض باش ما تتحركش، باش يقدروا يمشيو على ديك الارض مرتاحين. وبالعكس ديال المشركين اللي نزل عليهم واحد المطر اللي خايب بزاف ورونهم حتى العافيه ديالهم طفى عليهم. في اليوم 17 من رمضان بدات المعركه الحقيقيه في ذاك النهار. خرجوا 3 من الاكبر واقوى الناس ديال قريش، واللي هما الوليد بن عتبه وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه اللي هو الثالث. وهاد 3 راه كانوا الطوب ديالهم، يعني هما الوحوش مسيطرين وسطحوا الواعرين. يعني المعركه بدات من النهايه ديالها. وفي الجهه الاخرى خرجوا لهم 3 من الانصار، هما يقولوا لهم لا 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 ما بغيناش تحاربوا مع الانصار، جيبوا لنا ولاد عمنا من المهاجرين. ويصيفط لهم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب، عبيده بن الحارث، وعمه حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا. وثبتوا 3 ديال المهاجرين ضد 3 ديال قريش الكافرين. والخبر الزين ان المهاجرين غلبوا في هذه الجوله، وراه يقدروا يقتلوا 3 من اكبر رؤوس قريش. يعني هذه البدايه راه محبطه للمشركين وغادي يفشلوا، ولكن رجعوا نقولوا باللي المشركين راه كان العدد ديالهم 1000 ولا اكثر من 1000 كاع، والمسلمين راه 300، يعني راه كاين فرق. هو يقول يا سيدي حنا نهجموا على المسلمين طن تبدا المعركه. بدات المقاتله دابا وبدات التشويق وبدات الاطاره، والمشركين هجموا هجمه وحده وتابعوا واحد السياسه اللي تقول الكر والفر، يعني يضربوا ويهربوا. ولدت عيني ان المشركين تيهجموا ضربه وحده ماشي شويه بشويه، يعني تدخل الدعوه اللي عنده السيف واللي عنده الرماح واللي عنده الدروع تيهجم دقه وحده. يعني العدو ديالهم الا قدر يصبر وما تغلبش تيعاودوا عاوتاني يهربوا، تيعاودوا عاوتاني يهجموا، عاوتاني تيعاودوا يرجعوا، وتيبقاو يديروا هكا كل مره وتيقادوا الصفوف ديالهم. ولكن المسلمين راه الخطه ديالهم كانت مختلفه بزاف وما كانتش بحالهم. راه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وابتكر لنا واحد الاسلوب جديد في القتال، وهو راه اذكى اسلوب الا ما كانش عندك واحد الجيش كبير باش تضرب به. والطريقه ديالو كانت هي الدفاع والهجوم في نفس الوقت. غتسولوني كيفاش؟ راه كان حاط الصف الاول ديال المسلمين بالرماح ديالهم تيحبسوا المشركين اللي جايين مهاجمين، يعني تيدافعوا، والصف اللي وراهم بالنبال يعني تيهاجموا. الحرب نار وشعلات، شي تضرب شي تقتل شي تذبح شي، راه الموضوع ما كان سهل. والنبي صلى الله عليه وسلم تتحارب وتتقاتل وتحفز المسلمين، كيقول لهم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. وهنا عمير بن الحمامه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم تيقولها، وهو راه من الانصار. هو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جنات عرضها السماوات والارض وغير في هذه المعركه. ويرجع عليه صلى الله عليه وسلم قال له نعم. الصحابي صافي ولادي شاف الجنة قدام، هو ينسى الدنيا وما فيها، هو يقول بخين بخ بخين بخ، يعني اش الدنيا كاع واش تسوى قدام هادشي؟ يعني صافي راه ولا البال ديالو غير مع الجنة. وتحمس في هذيك المعركة وبقى تتقاتل حتى مات رضي الله عنه. وراه كان من الناس اللي ماتوا في هذه المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى باش ينصر في هذه المعركة. وهنا وقعت واحد الحاجة اللي غيرت المجرى ديال هذه الحرب كامل. راه الله سبحانه وتعالى نزل 1000 من الملائكة، راه ما بقاش 314 ولا 315، راه ولاو 300 مسلم و1000 ديال الملائكه. لدرجه واحد من الصحابه في وسط المعركه وكاع تتحارب ويسمع واحد الصوت من وراه وتيقول له اقدم حيزوم اقدم حيزوم. هو تلفت وراه وتلفت قدامه ويشوف الجثث تيطيحوا طن طن غادي تيموتوا قدامه. الملائكه تضربوا والمسلمين تتشجعوا اكثر. وبين الناس اللي ماتوا في هذه المعركه شكون في نظركم كان؟ راه واحد من الكبار ديال قريش، ابو جهل. ابو جهل شخصيه
تقتل في هذه المعركه. وراه المعلم اهل قريش راه خسروا بزاف ديال الناس الكبار والوداد الصحاح ديالهم. وكيفاش تقتل ابو جهل وصبر نقول لك راه القصه ديالو باش مات كانت قصه عظيمه. كان واحد جوج من الصحابه وصغار في العمر وسميتهم معاذ ومعاويه رضي الله عنهم، وهو في الساحه ديال الحرب تيقولوا فينا هو ابو جهل فينا هو ابو جهل. الصحابه تيقولوا واش بيتو ابو جهل علاش تسولوا عليه؟ راه ابو جهل كان عملاق وكان ضخم وتيبان صحيح وكان تيمشي قدام الناس كي شي جبل وتيشوف فيهم من الفوق. راه القصه ديال ابو جهل قصه طويله ممكن نهضروا عليها من بعد. ويقولوا لهم بعدوا منه اش بيتو؟ هما يقولوا لهم راه سمعنا بانه كان تيآذي الرسول صلى الله عليه وسلم فينا هو بغينا نحاربوه. واش هذاك هو ابو جهل؟ اي هو صافي السلام عليكم. هما يمشيو ليه ديريكت وجوج صغار هاجموا على ابو جهل كانهم رجال وصحاح تبارك الله وما خافوش منه وهجموا عليه دقه وحده ما كاين الضرب حتى كملوا معاه وجابوه الارض كاو. ومن الفرحه ديالهم راه مشاو تيجروا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقولوا له قتلنا ابو جهل. ولكن راه في ذيك اللحظه ابو جهل راه باقي ما مات، باقي فيه واحد شويه الروح. وشكون اللي شاف ابو جهل تيحتضر وباغي يموت؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بن مسعود هذا راه كان واحد الانسان مسكين ضعيف ورقيق، يعني صحيحته على قد الحال. ابو جهل فاش كان في مكه واحد النهار كان شافو حقرو واحتقرو، زعما هو راه ضعيف ونحيف مسكين وما عنده صحه. هو يمشي عنده بن مسعود ودايرها تيشوف فيه، وابو جهل قاعد تيشوف فيه وباغي يموت. وابو جهل هو يقول ابن مسعود هو طايح وبيموت والروح ديالو بتخرج. هو يقول ابن مسعود لما الغلبه اليوم؟ ويقول له ابن مسعود لله ورسوله يا عدو الله. هو يرضى ابو جهل والنفس ديالو ما بغاش تخرج، قال لي راه كبر لك الشان وانت كنتي غير تسرح الغنم ولات عندك قيمه وهذا الشيء راه باغي يموت. وهذا الشيء كامل شوف دابا ابو جهل وباقي يتكبر وباغي يبين راسو راه واعر اللي فيه شي حاجه راه فيه. وانت راه بغيتي تموت المن راه صافي راه ساليتي. ولكن هذه هي الحاله ديال اهل قريش اللي كانوا مشركين الكبر والتعجريف وعند راسهم هما اللي كاينين. وهادشي تيموت وما تابش استغفر الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان تيهاجم العدو وتيقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. هو ياخذ واحد الكميه ديال التراب ويرميها على المشركين وتيقولوا بلي هذه الحفله ديال التراب راه انتشرت في المعركه وضربات كل واحد مشرك من الكفار، راه دخلت لهم في عينيهم وفمهم راه روناتهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه ايه في القران وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وهم يبداو المشركين تنسحبوا من المعركه وتهربوا، هما تيتخشوا في بعضياتهم والمسلمين قاعدين تقتلوهم. ومن بعد هذا الانسحاب راه بداو تيجمعوا في الاسرى وانتصروا المسلمين في هذه المعركه. وفي النهايه ديال هذه المعركه بداو تيجمعوا الغنائم، تيجمعوا الضروع، تيجمعوا السيوف، كاع الحاجه اللي كاينه فلوس راه تتسوى. وكان ديك الساعه بعض المسلمين تيقبضوا الاسرى، وبين ما واحد من الصحابه قاعد يجمع في ديك الغنائم هو يشوف اميه بن خلف. وهذا اميه بن خلف كان ديك الساعه من المشركين. هو يقول لهاد اميه بن خلف خليك من هاد الغنائم واش يقبض لي انا وانا غتفديني بواحد المال اللي غادي يغنيك على هادشي كامل، يعني بواحد الكلام انا غادي نغرقك فلوس ونربطك لاباس عليك. ومن بعد ما كملوا الرسول صلى الله عليه وسلم 16 اصحاب ديالو قال لي واش غادي نديروا بالاسرى؟ قال لي عمر بن الخطاب نقتلوهم ما نخلو حتى واحد فيهم. عمر بن الخطاب راه ما كانش يضحك رضي الله عنه. ويجي ابو بكر ويقترح واحد الاقتراح الثاني وياخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي راه ناخذهم اسرى وهم عائلاتهم غادي يفدوهم بالفلوس، ولا اللي عنده فلوس غادي يفدي راسو وغادي نستافدوا حنا من الفلوس، يعني بحال شي واحد غادي يخلص عليهم باش يخرجوا بحال نقولوا الكفاله. وبهذه الطريقه راه المسلمين غادي يصوروا الفلوس اللي غتعاونهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خدم الكلام ديال ابو بكر الصديق رضي الله عنه. كانوا هاد الاسرى يا تيخلصوا الفلوس وتيفدوا راسهم باش يخرجوا من السجن، ولا كانوا تعلموا 10 ديال الناس القراءه والكتابه في المدينه المنوره، يعني غير تدفع الفلوس وتخرج راسك ولا تعلم المسلمين القرايه والكتابه. ولكن راه كاين بعض الاسرى للنبي صلى الله عليه وسلم فوق الاسرى ديالو ودلخهم بلا والو. ونرجعوا لاميه بن خلف. هاد الصحابي قاعد تجمع الغنائم ويقول لي اميه بن خلف اجي عندي اسرني انا نفديك بهادشي كامل. صافي هو يشدو ويولي الاسير ديالو بما فدا راسو وصيفطوا ليه الفلوس. ومن بعيد هو يدابه لبلال بن رباح. على هذا الاسير كان تعذب بلال رضي الله عنه في مكه وعذاب شديد. راه بلال رضي الله عنه دوز عذاب، راه ضربوه ورموا عليه الحجر شلا ما دارولي. راه الاميه من الناس اللي عذبوا بلال بزاف. راه بلال رضي الله عنه كي شاف اميه راه جيب عليه باغي يقتلو، ولا الصحابي تيقول لي راه اسيري خلي ما تقتلوش. ولكن بلال رضي الله عنه راه جيب عليه وقتلو وانتقام منه لداكشي اللي كان دار ليه. ومسكين الصحابي راه ما قدر اسير ديالو، ما قدر غنائم اللي مشاو ليه، يعني حتى حاجه ما قبض. وراه المسلمين اللي ماتوا في هذه الحرب مع ان العدد ديالهم غير 300 وشي حاجه راه استشهدوا منه غير 14 لواء. وعلاش لا؟ راه حاربوا معاهم الملائكه
الملائكة، ولا كانوا 6 من المهاجرين و8 من الأنصار رضي الله عنهم. أما بالمشركين أخويا راه ماتوا منهم 70 واحد، 70 واحد مات والجزء الآخر ردوه أسرى، يعني قبضوه. والواعر كاع على ديك 70 اللي ماتوا راه كانوا من العظام ديال قريش، أبو جهل، عتبة، شيبة والوليد بن عتبة. يعني أنا معلم راه أسماء كبار. وقبل ما نكمل هذه القصة راه واحد الموقف صار في بدر راه غريب، أو نقولوا راه مستغرب، يعني شي حاجة اللي بزاف. ولكن قبل ما نقول لكم هذا الموقف تنتمنى أنكم تدعموا القناة عندي بزر ديال اللايك ومتابعة، حيت بحال هاد الحلقات اللي تيكون عندهم علاقة بالإسلام تيطلبوا مني جهد كبير، وتنحاول ندير ما في جهدي فيهم. راه حتى التصوير ديالها راه دا مني واحد الوقت كبير، ما عرفتش شحال غتكون في الاخر، ولكن 100% غتكون طويله شويه. داكشي علاش اشتركوا معايا في القناه وفعلوا في الجرس. الزر ديال اللايك راه فابور وتعاونني انا بزاف. راه الموقف اللي صدمني ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركه كان تيقاد الصفوفه باش يقاد الخطه ديالو، وقاد لهم كيفاش غادي يكونوا وكيفاش غادي يوقفوا، وكانت في اليديه بحال العصيه باش يقادهم، وكان تيقاد الصفوف بيه. كان واحد من الصحابه وكان سميتو سواد بن غزيه رضي الله عنه، ما كانش واقف مقاد، وبحال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوا شويه بهذاك العصيه، يعني يدفعوا باش زعما يقادوا على الصف. قال لي استوي يا سواد، يعني وقف مقاد. وبحال سواد تصح شويه في كرشو ويقول لي اوجعتني يا رسول الله، ولقد بعثك الله بالحق. سواد شخصنها تحمس شويه، قال لي الله سبحانه وتعالى صيفطوا الحق باش تضربنا وتدفعنا، والله صيفتك بالعدل فاقديني. يعني شنو؟ اعطيني حقي، كما ظلمتي رد ضربتي، يعني ضربتيني ضروري خصني نضربك. ويكشف النبي صلى الله عليه وسلم على البطن ديالو ويقول لي شنو؟ خذ الحق ديالك، يعني ضربني دير اللي بغيتي، خذ الحق ديالك. الله الله الله، باش تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم شحال عادل ومتواضع. يعني راه قائد، راه ماشي كان غير تيعطي الاوامر وصافي، لا راه كان تيعطي واحد الدروس كبار في هاد الاوامر. انا ضربتك هاك خذ حقك مني. وهذا الصحابي سواد رضي الله عنه اشنو دار؟ هو يعنك الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بقيتش يضربه اصلا، لا انا بالعكس انا باس البطن ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفه، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم راه كان تيهضر بالمعقول. ضربني خذ راحتك كما ضربتك انا، ولكن راه ما قدرش يجيرها الصحابي طبعا. اجي دابا اخي، كما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. اش بالك صلي على رسول الله. بغيت نقرا التعليق ديالكم كيف ما كان، اي واحد فيكم ينزل ويكتب في التعليق الراي ديالو على هذه القصه، ولا ما عندكش راي ما كاين حتى مشكل، كتب لي اشنو القصه اللي بغيتي المره الجايه ولا اي حاجه عجباك. اشترك في القناه وفعل الجرس. كان معكم كريم السنيني قناه الخبير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.